بمجرد رد فعل تلقائي جون سيطر فوراً على أستاذه، لكن في الحقيقة الراجل ده كان محترف وموجود في المدرسة دي عشان يخبي هويته الحقيقية. قبلها بكام يوم أول ما وصل المدرسة جون شاف مشهد شلة بيتخانقوا مع زميلته اللي قاعدة جنبه كيلي، وكمان كانوا بيستفزوه على طول. مجرد محاولة بسيطة منه للمقاومة كانت كفيلة إنها تغيظ زعيم الشلة اللي أخده فوراً على سطح المدرسة. من غير كلام الراجل ضرب جون على وشه. جون ما اهتمش وخد الضربة كأنها خدش بسيط. بعدها الشلة أخدوا منه محفظته. جون كان هادي لحد ما واحد فيهم مسك صورة عيلته وبدأ يهينها. ساعتها خطف الصورة بسرعة وكان ناوي يديهم درس، لكن فجأة الأستاذ ظهر وراهم. الشلة اتفرقوا غصب عنهم. بعد حصة واحدة بس رجعوا يتعرضوا لكيلي تاني. أخدوها المعمل وسرقوا منها مصروف الشهر كله. كيلي حاولت تاخده تاني بس في الزحمة هدومها اتقطعت. جون اللي كان واقف بيتابع من عند الباب فهم إن الوقت جه يتدخل. في أقل من دقيقة كلهم وقعوا على الأرض، ومن اللحظة دي مجرد نظرة من جون بقت كفيلة تخليهم يرتعشوا في نفس الليلة. وهو راجع بيته جون لقى زميلته اللي كانت بتمثل دور أمه توفت في البيت، والراجل اللي عمل كده كان مستنيه قصاده.